السلام عليكم ورحمة الله. معانا في فيديو بتاعنا النهاردة شوربة لسان العصفور بأقل المقادير وطريقة سهلة بس صحية وجميلة. هنتابع معانا. أول حاجة بنشوح حتة اللحمة بتاعتنا زي ما متعودين، نشوحها كويس ونعملها بطريقة كده مختلفة شوية. بدل اللحمة ما تجينا مسلوقة احنا بنغير في الطريقة وبنشوحها كويس. ونحط عندنا حبيتين حبهان وواحدة ورق لوري او اتنين. ادي قلبنا الوش الاولاني اهو، عندنا الوش التاني بيتقلب. بعد كده بننزل عندنا بشوية بصل متقطعين قطع صغيرة، ومعاهم شوية جزر برضو نفس الكلام، والكرفس ولو في كرات ماشي، يعني كرفس وكرات وجزر وبصل، طبعا شرايح توم، يعني لو في فصين توم صغيرين مع الشوربة هتبقى جميلة طبعا. بنقلب الحاجات بتاعتنا دي ببعضها كده وتاخد وش كمان مع اللحم، يعني 3 دقايق بالتقريب. احنا بنحاول نعمل اكل كويس وطعمه يبقى نفسه حلو وطعمه جميل وصحي. تمام. عندنا شوية مرقة سخنين على جنب او مرقة مغلية، بعد هنزودها يعني كمان شوية. عندنا دي حبيتين طماطم متقطعين مربعات زي ما انتم شايفين، تتقلب مع بعضهم برضو شوية عشان ما تجيلناش الشوربة لونها ابيض من غير اي مواد حافظة، يعني مفيش عندنا صلصة. تمام. بعد كده بنحط المرقة بتاعتنا، يا اما مية مغلية يا اما مرقة، لو في مرقة خضار ماشي، مرقة لحمة ماشي. بنزود كده، بنغطي الحلة بتاعتنا بالمرقة ونسيب اللحمة بتاعتنا تستوي على مهلها، يعني مش اقل من نص ساعة. ونبتدي نغطي عليها بقى ونسيبها تطيب. عندنا طبعا شوية لسان عصفور على جنب، بنحمرهم عادي بطريقة عادية. عندنا المرقة بتاعتنا ايه شكلها جميل، بتاعت اللحمة الشوربة. تمام. يا رب تكون الطريقة عجبتكم، ادعمونا بلايك وسبسكرايب. عندنا نزلنا بلسان العصفور المتحمر عادي في شوية سمنة برضه، ويتقلبوا ونزود عليهم شوية المرقة ونسيب الشوربة 5 دقايق وتبقى عندنا استوت. ده عندنا ريحتها وطعمها كان جميل خالص. زودنا عندنا المرقة الزيادة اللي عندنا يعني، ونسيب لسان العصفور مع اللحمة ياخد غلوتين كمان، وبالهنا والشفا. وان شاء الله تكون طريقة سهلة وعجبتكم وتكون بسيطة. عندنا اهو، بص منظرها عامل ازاي، خضار ولحمة يعني مغذية جدا وللأطفال تمشي وكل حاجة يعني.